هالو شون، أنا فغاو نورة سعيد وأنت بتشوفني في أول فيديو من سلسلة كورس النطق والقراءة باللغة الألمانية. هعلمك ازاي تعرف تقرأ ألماني وتنطق كل حاجة حتى الكلمات الطويلة. يلا بينا نبدأ. أول درس هيكون عن الحروف باللغة الألمانية. الحرف الأول هو طيب خلينا نبقى عارفين إن أنا كل حرف هقرأه لك هقولك بيتقال ازاي وهديك أمثلة عليه. كل اللي عليك تعمله انك تسمعني الاول وانا بقرأ الحرف وبقرأ الامثلة وبترجمها. تاني حاجة بقى هي اللي عليك انك تسمع وتكرر ورايا في تاني مرة. يلا بينا نبدأ. طيب اول حاجة عشان نبقى متفقين برضو ان حروف اللغة الالمانية هم 30 حرف. طيب الحروف عندي A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z E U U S Z. طيب دلوقتي بقى انا قرأتهم لك، ولكن طبعا اكيد انت لسه ما تعلمتهمش. هنشوف مع بعض كل حرف بيتقرأ ازاي بالراحة وبكل سهولة، ونشوفه لو جاء في الكلمة برضو قراءته بتكون عاملة ازاي. يلا اول حرف معانا هو حرف A. كأنك عند دكتور السنان وفتح بقك فبتقول A. زي في يعني زي أبفل. أبفل يعني تفاحة. عندنا برضو أغابش. غابش يعني عربي. أف يعني قرد. نكرر تاني، في المرة دي انت أصول بتكرر معايا. أبفل أغابش أف. وبكده نكون أخدنا أول حرف وعرفنا إن احنا قررناه مرتين. أول مرة أنا اللي بقول، تاني مرة أنت بتقول معايا. لو كنت لحد دلوقتي شايف الكلمات صعبة عليك مفيش أي مشكلة، ممكن توقف الفيديو وتحاول تسمعه مرة واتنين وتلاتة. ندخل على الحرف اللي بعده. ب زي بلومة يعني وردة. بص يعني بص أتوبيس. بغوت يعني خبز. بغوت. طبعا مش حابة افكرك ان احنا لسه كل دوا بنتعلم بس الحرف الاول ازاي بينطق لو جاء في اول الكلام. اما بالنسبة للقواعد ليه هنا قلت سمعت حرف الغين دوا هناخده في الفيديوهات اللي جاية، فما تستعجلش وخلينا نمشي خطوة خطوة. سي طيب زي ما سمعت هي صوتها سي ولكن ليها اكتر من طريقة نطق، فخلينا ناخد الامثلة دلوقتي والشرح بتاع ليه بتنطق هنا مثلا سي دي، لكن هنا كافي، لكن هنا شيمي. دوا هنعرفه مع بعض في الفيديوهات اللي جاية. ملحوظة تانية، اي حاجة معمول عليها هايلايت باللون كده زي ما انتوا شايفين دوا معناه ان ليه شرح قواعد في القراءة. يعني مش بقراه بنفس الصوت زي ب فبقرا على طول ب او على طول في اي مكان في الجملة الحرف ده لو جه هقراه لا، بيبقى ليها قواعد وهناخدها مع بعض. خلينا نقرأ الحرف تاني للمرة التانية وانت اصول دلوقتي بتقول معايا. سي زي سي دي. يعني ايه سي دي؟ اللي هو السي دي. كافي الكافيتيريا اللي بنقعد فيها. شيمي يعني ايه شيمي يعني كيمياء، مادة الكيمياء، تمام، اللي بندرسها في المدارس. طيب كيمياء شيمي. الحرف اللي بعده دي عندنا دويتش يعني ألماني، وهي دي اللغة اللي انت بتدرسها دلوقتي وبتشوف الفيديو ليها. دويتش. drei danke. قلت لك دويتش يعني ألماني. drei
دغاي يعني 3، رقم 3 دغاي. دانك يعني شكرا، يعني انت مثلا لو عايز تشكر حد هتقول له دانك دانك. طيب الحرف اللي بعده عندي هو حرف A. A، ولو انت بتعرف اللغة الإنجليزية هتلاقي ان هو شبيه لحرف ال A باللغة الإنجليزية في النطق، واللي هو بيكون شكله كده في اللغة الإنجليزية. خلينا نكتبه A، ولكن بيكتب E في اللغة الإنجليزية. طيب عشان ما نتلخبطش، لو انت مش عارف انجليزي فده هيسهل عليك النقطة دي، ولكن لو عارف لازم تبقى عارف الملحوظة دي. بيقرأ A A، زي English. English English يعني إنجليزي. Elephant 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 يعني فيل. Angel 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 يعني ملاك. يلا مرة تانية A English Elephant Angel. ندخل على الحرف اللي بعده F. F Fish Fish يعني سمكة. Frau 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 يعني امرأة، وممكن تستخدم لما تقول ما بتقولها بتكلم مدرسة، بتقول مثلا فغاو نورة أو فغاو مريم، فغاو ليزا. فوس بال فوس بال كرة القدم. خلينا نراجع اللي أخدناه من الأول للآخر، وبعد كده هعمل لك اختبار صغير، بعد كده هنكمل باقي الحروف. الحرف ده بينطق آ، الحرف ده بينطق ب، ودوا سي، دوا دي، اي، اف، ا، بي، سي، دي، اي، اف. ودلوقتي جاء وقت التمرين، وهو ان انا هقول لك كلمة من الكلمات دي، وانت تقول لي الحرف او الكلمة دي او الحرف بيبدأ بايه من اللي احنا اتعلمناه. طبعا انا هخبيه دلوقتي علشان تحاول تتذكر. يلا بينا. واول حاجة هتبقى أقفل. يا ترى اول حرف في الكلمة دي بيبدأ بايه؟ أقفل. اجابة صحيحة المثل التاني معايا بص بص. وده دلوقتي وقتك انك تفكر. اول حرف بيبدأ ب، برافو، اجابة صحيحة. اخر واحدة معانا وهي فراو فراو. تقدر تقول لي اول حرف بيبدأ ب؟ اف. ممتاز. ودلوقتي الحرف اللي بعده جي، زي جراف جراف يعني زرافة. جيمناستيك اللي هو الجيمناستيك كومبوس. جيمناستيك. جابل يعني شوكة، يبقى عندنا حرف الج، جراف، جيمناستيك، جابل. طيب بعد كده عندنا الحرف اللي بعده ها. بقول ها يعني كأنك بتضحك، ها زي هابن فعل يملك، هابن. أو هاوس بيت، هاوس. هفت يعني كراسة أو كشكول. تعيدهم تاني. ها زي haben، house، heft. طيب طبعا زي ما انتم شايفين متعلم عليه بالهايلايت، يعني ده معناه ان ليه قاعدة هنشرحها بعد كده. الحرف اللي بعده اي، وهو نفس الصوت اللي بنشوفه في اللغة الإنجليزية لحرف. ثانية واحدة نعمله بس، نغير الشباخة، نغير اللغة. اي في الانجليش، ولكن هو في الألماني
احنا بنقول عليه ده الحرف ده في الانجليش I، ولكن هنا بنقول عليه E. E هو بيتقرأ كأنه E، زي إش. إش بفتح بقي شوية، إش. طبعا سامع الصوت، إش يعني أنا. إما دايما، إما. انزل. انزل. انزل يعني جزيرة. ودلوقتي انت عرفت صوته عامل ازاي، خلينا نكرر مع بعض. إي. إي. إش. إش. إما. إما. انزل. انزل. بعد كده الحرف اللي بعده يط. يط، وده اسم الحرف يط، ولكن الصوت اللي بيطلعه ي. ي. يعني لو بقرأه كده هقول يط، لكن انا لو بقرأه في كلمة هقول ي. يابان. يابان اليابان. يونج. يونج يعني ولد، بوي. يا. يا نعم. مرة كمان يط بيتقرأ يط، ولكن بيديني صوت ي. ناخد مثل يابان، برافو. يونج. يا. ماشي. الحرف اللي بعده هو حرف كا. كا. كا بيقرأ وينطق كا، زي common. common. common ده فعل ومعناه يأتي. common. كينو. كينو. كينو يعني سلمى. كياشة. كياشة. كياشة يعني كريز. طيب مرة كمان common، كينو، كياشة. طيب وبكده نكون خلصنا الفيديو الأول، وأشوفكم فيديو تاني.